السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا عب. شوفوا معايا مزيان هنا. تخيل معايا واحد السيناريو. كتخدم حياتك كامله، كتعطي صحتك ووقتك للشغل، وكتقول صافي نهار نخرج للتقاعد غادي نرتاح ونعيش مستور. ولكن نهار كتحسب المعاش ديالك كتلقى شي مبلغ اللي ما كافيكش باش تعيش مرتاح، وكيجيك الاحباط. واش عمرك حطيتي راسك في هذا الموقف؟ السؤال ماشي هو شحال غادي يعطيوك، السؤال هو كيفاش تقدر تخلي هذا المبلغ اللي غادي يعطيوك يدوبل ويطلع لاقصى قيمه ممكنه. راه ماشي غير الزهر، كاينين اسرار قانونيه وتقنيه في الصندوق المغربي للتقاعد السي والضمان الاجتماعي CNSS ما كيعرفهاش اغلب المغاربه. شكون فينا ما كيحلمش يتقاعد وهو مرتاح ماديا وما يحتاجش يحسب كل درهم؟ اليوم غادي نوريكم الخبايا القانونيه اللي خاصك تعرفها باش تضمن اعلى معاش ليك ولعائلتك، وغادي نعطيكم اهم استراتيجيه كتعتمد على اخر 8 سنين في الخدمه باش تضرب عصفورين بحجر. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ونبداو الخدمه ديال بصح، الله يرحم الوالدين، هبطوا دغيا ديروا لايك لهذا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس يستافدوا، وديروا اشتراك في القناه. انا كنتعهد نجيب لكم ديما معلومات موثوقه ومبنيه على القانون باش تحافظوا على حقوقكم. يلا ونبداو. اول سر وخاصك تحفروا في دماغك هو هذه اللي كنسميها الماكله ديال المعاش ديالك، وهي ماشي عدد سنين الخدمه كامله، لا، هي بالضبط داك المعدل ديال الاجر ديالك في اخر 8 سنين، 96 شهر. هذا هو الرقم الذهبي اللي كلشي كيدور عليه. تخيل معايا المعاش بحال شي طاجين، والمعدل ديال هاد 8 سنين هو اللحم، والسنوات الاخرى غير الخضره. يعني شحال ما كان الاجر ديالك طالع في هذه الفتره الحاسمه، شحال ما الطاجين ديالك كيجي عامر وزوين. وهذه قاعده عامه سواء كنتي موظف السامر ولا اجير في CNSS. فمثلا في جهه الموظفين السامر، الا كنتي كتجري باش تحصل على ترقيه وتطلع للدرجه الكبيره بحال خارج السلم مثلا، وخديتي لها في عامك الاخير، راه هذيك الترقيه بوحدها كتقدر تزيد لك في المعاش اكثر من 10 سنين ديال الخدمه كنتي فيها في درجه عاديه، حيت الصندوق كيشوف ديك اخر 8 سنين وكيدير ليها المتوسط موين. داكشي علاش الاستراتيجيه ديالك خاصها تكون خاصني نوصل لاعلى درجه ممكنه قبل ما نوصل لديك 8 سنين الاخيره اللي كتسبق التقاعد. اما الا كنا كنهضروا على صحاب الضمان الاجتماعي CNSS، راه القصه ديالهم كتدور على النقط اللي هما بحال الطوابع اللي كتجمعهم شكارني، وخاصك تجمع 3240 نقطه باش يقولوا لك تفضل هاك 50% من الاجر المرجعي ديالك. ولكن اللعب الكبير كيبدا اللي كتفوت هاد 3240، حيت كل 216 نقطه اضافيه كتزيدها راه كتزيد لك 1% في النسبه ديال المعاش. والاهم من هادشي كامل سواء سيامار ولا CNSS هو ان هادشي كله كيتضرب في الاجر اللي مصرح به فعلا الصندوق. يعني الا كنتي كتاخذ 1000 درهم ولكن المشغل كيصرح لك غير ب 5000 درهم، فرغ لانك جمعتي نقاط بزاف غتحسب لك غير 5000 درهم. داكشي علاش النصيحه الجد مهمه ليك هي ضروري تدقق مع المشغل ديالك باش يتصرح بالاجر الكامل ديالك، خصوصا في هذوك 8 سنين الاخيره، حيت هي اللي كتعمر لك المعاش ديال بصح. ياك اصحابنا الموظفين العموميين كتعرفوا باللي هذه المنطقه ديال التسويه الاداريه هي اللي فيها الفلوس المخبيه بصح، حيت بزاف منكم كيكون عنده الحق في الترقيه والتاخرات عليه، ولا عنده سنوات اعتباريه مخصاش تحسب. وهذا الشيء كيخلي الاجر المرجعي ديالكم اللي هو المعدل ديال اخر 8 سنين ديال الخدمه كيتعطى بقيمه اقل من حقه، وكانك كتعمر كاس خاصو يكون عامر حتى الفم، ولكن عطاوك فيه غير النص. وهذا الشيء علاش المنقذ القانوني ديالنا هو اللي غادي نعتمدوا عليه، حيت ملي كتمشي تطالب بالحق ديالك اغلب الموظفين كيسحب لهم خاصك ضروري تدفع شكايه الطعن في الاداره في ذاك الاجل القصير والصارم ديال 60 يوم، وهذه كتسمى قضيه الالغاء. ولكن السر اللي خاصك تعرفه هو ان الخبراء لقاو واحد النافذه ذهبيه سميتها القضاء الشامل. وهذا القضاء الشامل كيقول لك الا كنتي كطالب بحقك اللي عطاه لك القانون مباشره، بحال الترقيه اللي خاصها تكون عندك بلا مزيه من الاداره، راه الاداره في هذه الحاله ما عليها غير تطبق القانون. وهذه المطالبه ما كتحتاج تقيد راسك بداك الاجل ديال 60 يوم ديال الطعن الاداري، يعني واخا تكون غفلتي على المهله عندك فرصه ترجع تاخذ حقك وتزيد من قيمه المعاش ديالك بأثير رجعي. ولكن يا صاحبي حذاري تمشي تفرط في ذاك الحق، حيت واخا ما كاينش تقادم اداري ديال 60 يوم على الحق الاداري، الفلوس اللي كتطالب بها التعويضات والفروقات الماليه راه كتخضع لواحد التقادم اخر كيتسمى التقادم المدني، واللي هو في الغالب 5 سنين. يعني خاصك تحرك دغيا باش ما تضيعش عليك فلوس بزاف ديال السنين الفايته، وتضمن ان السيامر كيعتمد المعطيات الصحيحه ديال الرتبه والدرجه اللي تستاهلها قانونيا. واخا دابا ندويو على الفقره اللي كتهضر على تدارك الماضي، او كيفاش نصلحوا الاخطاء والفراغات اللي وقعت لينا في مسار الخدمه ديالنا، حيت بزاف د المرات كتكون عندك عامين ولا 3 د الخدمه ما تصرحتش لك في الضمان الاجتماعي CNSS، ولا كنتي موظف عام وخدمتي شحال هادي ولكن ما وصلتيش للسنوات الكافيه للتقاعد، وكتخاف ان هذيك المده كلها تمشي لك في الهواء وتبقى بلا معاش شهري. وهذا الشيء خطا كبير. الحل الذهبي هنا
هو جوج حوايج ساهلين في المفهوم. كاين شي حاجه سميتها شراء الخدمات الاعتباريه بالنسبه للموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد سي وهاد العمليه كتخول لك تشري هذيك السنين الناقصه بالفلوس باش تكمل النصاب القانوني اللي كيخليك تاخذ ايراد شهري مدى الحياه، عوض ما يعطيوك غير راس مال، يعني فلوس دفعه واحده كتسالي دغيا. ولكن رد بالك مزيان، الا كنتي فايت لك خدمتي مع الدوله وخرجتي وخديتي الفلوس ديال الاقتطاعات ديالك ومن بعد رجعتي تاني تخدم مع الاداره، راه عندك عام واحد فقط من نهار وليت الخدمه باش ترد دوك الفلوس اللي كنتي خديتي باش تحسب لك داك الخدمه القديمه كامله في المعاش. وفات داك العام كتولي العمليه معقده بزاف وكتدخل في متاهات. يعني هذا الاجل ديال العام هو فخ حقيقي خاصك تكون واعي به. اما بالنسبه للاجير اللي خدام في القطاع الخاص، فهذيك الاشتراك الاختياري اللي كيديروا ماشي غير باش تكمل ديك 3240 نقطه ديال الحد الادنى باش يلاه تولي تستاهل التقاعد ديال 50% من الاجر المرجعي ديالك، لا، هي سلاح سري باش تعلي الاجر المرجعي ديالك في السجل الوظيفي. يعني الا كنتي عارف ان الاجر اللي كان مصرح به ليك السنوات كان ناقص، كتستغل هذه الفرصه ديال الاشتراك الاختياري باش تخلص على اساس واحد الاجر عالي، وداك الشيء كيدخل في الحساب ديال هاد 8 سنين الاخيره 96 شهر، وكيطلع لك المتوسط ديال الاجر المرجعي كامل. وهذا الشيء هو اللي كيعظم لك المعاش بشكل مباشر وكبير. والاخبار اللي كتفرح هو ان الدوله خدامه على تقليص الحد الادنى ديال ايام الاشتراك المطلوبه باش الناس يستافدوا من التقاعد من 3240 ل 1320 يوم عمل فقط. وهذا التيسير غادي يفتح الباب لالاف ديال الناس اللي عندهم سنوات انخراط قليله باش يولي عندهم حق في معاش الضمان الاجتماعي. يعني كيبان ان المستقبل غادي وكيتيسر، غير المهم هو تكون عارف حقوقك وتتصرف في الوقت المناسب. شوف معايا مزيان اخويا ولا اختي، هذه القضيه ديال التقاعد التكميلي اللي سميتو في الصندوق المغربي للتقاعد مثلا التكميلي، راه ماشي مجرد صندوق اسود كتحط فيه الفلوس وتساين حتى تعيا عاد تاخذهم. لا، هذه واحد اللعبه ضريبيه قانونيه وربح من جوج الجوايه، وهي سهله بزاف. تخيل معايا الفلوس اللي كتدخل لك كل شهر راك كتخلص عليها الضريبه للدوله، ياك؟ هذا التقاعد التكميلي كيجي كيقول لك اعطيني جزء من هذه الفلوس قبل ما تخلص عليها الضريبه وخليني نخبيه ليك ونستثمروا، وملي غادي تخرجوا نهار التقاعد ديك الساعه ما غاديش نخلصوا عليه الضريبه كامله او غادي تكون ضريبته قليله. يعني بالعربيه كتستافد دابا وكتستافد من الاعفاء الضريبي من بعد. مثلا الا كنتي من الناس اللي كيخلصوا الضريبه بزاف، كل 100 درهم كتحطها في هذا الصندوق التكميلي راه كتوفر فيها 34 درهم في جيبك دابا، حيت كتنقص لك من الدخل الخاضع للضريبه. بحال الدوله كتقول لك هاكا مولاي هاد الجزء اللي حطيتي في الادخار ما غاديش نحسبوه لك اجر اليوم باش الضريبه تنقص عليك. وهذا الشيء كيعني ان الفلوس اللي كنتي غتعطيها للضريبات حولتيها للادخار ليك. وهذا الصندوق التكميلي راه ماشي ضروري تكون مساهمه شهريه صغيره، لا، تقدر في اي وقت حسيتي عندك شي سيوله زايده دير دفعات استثنائيه تبدا غير من 1000 درهم، وهذه الدفعات حتى هي كتستافد من هذا التخفيض الضريبي. يعني كتضرب عصفورين بحجر، كتدخر راسك وكتنقص الضريبه عليك في العام اللي حطيتي فيه الفلوس. والاحسن من هذا الشيء كامل هو ان هذا الصندوق التكميلي كيعطيك الاختيار نهار التقاعد، واش تاخذ فلوسك كلها راس مال دفعه واحده يعني كاش كبير ومستعد للاستثمار، او لا تاخذها ايراد شهري بحال شي تقاعد اضافي، او لا تخلط بيناتهم. وراه حتى الحكومه كتفكر دير اعفاءات جديده وكبيره على المعاشات ديال المتقاعدين من الضريبه على الدخل. وهذا الشيء كيخلي الاستثمار التكميلي احسن استثمار حاليا، حيت كتستافد من الاعفاء في جوج ديال المراحل، ملي كتخلص تخفيض وملي كتقبض اعفاء. اذا كيف ما شفتوا، زياده المعاش ديالك في المغرب ماشي شي حاجه ديال الزهر، هي تخطيط استراتيجي وقرارات قانونيه وماليه مدروسه، خاصه في هاد 8 سنين الاخيره ديال الخدمه. اهم حاجه تبدا بها دابا هي التدقيق الفوري لسجل الانخراط ديالك في CNSS او CMR، وتشوف واش كاين شي فجوات او اخطاء. بغيت نعرف منكم شنو هو الاجراء اللي غادي تبداو به اليوم؟ واش غادي تبداو بالتدقيق الاداري CMR او بالتصريح الكامل للاجر او الاشتراك الاختياري CNSS؟ جاوبوني في التعليقات لتحت. شكرا بزاف على المتابعه. الى عجبك المحتوى واستفدتي ما تنساش دير لايك للفيديو وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس باش يوصلك الجديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلاو.